في كل بلاد فما رجال ما يخافوش من الموت، وقفوا في وجه الظلم وقالوا لا حتى آخر أنفاس. لكن بعض الأبطال التاريخ ظلمهم ونساهم للإعلام. واليوم باش نحكي لكم على البطل التونسي المقاوم اسمه عبد الله الغول. رجل واجه الاستعمار بصدره العالي ومات شامخ، وما تبدلش موقفه حتى قدام المشنقة. قصة اليوم مش خرافة، قصة حقيقية صارت في رمال الجنوب التونسي في زمن النار والحديد. كان عبد الله الغول من رجال المزارقة في دوز في جنوب تونس. تولد تقريبا سنة 1910، وفي وقت كانت البلاد تحت الحماية الفرنسية. وقتها الناس عايشة بين القهر والجوع، والكرامة صارت حلم. من صغره كان معروف بالشجاعة والغيرة على بلاده. كان شايف الاستعمار ينهب في الأرض ويذل في الناس، قرر ما يعيشش عبد مثلهم. انضم للمجاهدين في الصحراء، رجال ما كان عندهم لا سلاح ثقيل ولا دعم غير الإيمان والرجولة. سنة 1943 وسنة 1944 اندلعت ما تعرفه بثورة المزاريق. كانت أول شرارات التمرد ضد فرنسا في الجنوب، وكان عبد الله الغول من قادة الميدان، يتحرك بين دوز والجنوب كابس. ينضم في الشباب، يجمع في السلاح ويهاجم في مراكز الفرنسيس. الهجمات كانت قوية لدرجة أن فرنسا صارت تخاف من تدخل بعض المناطق بلا حراسة متشددة. لكن الثورة مدامتش طويلة. بعد المعارك الطويلة ونزيف كبير، تمت مطاردتهم من طرف القوات الفرنسية بمساعدة بعض العملاء. هرب عبد الله إلى ليبيا مع أصحابه باش يرتاح ويرتب صفوفه، لكن فرنسا ضغطت على السلطات الليبية وتم تسليمه ليهم مكبل اليدين. الفرنسيس ما حبوش يسمعوا، حكموا عليه بالإعدام ديريكت، وقالوا انه متمرد وخطير ومحرض على الفتن. لكن في زنزانته كان عبد الله الغول يصلي ويبتسم ويقول للي معاه: نموت اليوم لكن بلادي غدوة تعيش حرة. واليوم 20 نوفمبر 1950 في الفجر البارد خرجوه من زنزان